السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحبايب ام حسين الغاليين، هنبدأ الفيديو النهارده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ هنعمل بامية وهنعمل رز بشعرية، ويا رب الأكل بتاع النهارده يعجبكم. ومساء الفل ومساء الجمال ومساء العسل ومساء كل حاجة حلوة على الناس الجميلة الحلوة حبايبي اللي بيخشوا لي. حطينا هنا دلوقتي معلقة سمنة اهي، وهننزل بقى عليها بشوية زيت كمان عشان هعمل الرز الأول يا جماعة. قبل ما الرز يخش جوه ابعته كده بيعسى للبوتاجاز، اكون انا هنا عملت حاجه تانية. نحط بقى ده كده وهننزل بالشعريه تسيح السمنه. اهم حاجه يا جماعه الشعريه بحبها زياده، بحبها كتيره يعني في الرز اهو. بصوا يا حبايب قلبي، الشعريه يبقى اللون ده كده. بعد كده هنسقط بقى الرز عليها، مش العقد، لا الرز، عشان ياخد تشويحه معاها. طبعا الرز مغسول ومتصفي في المصفى. هننزل ده كيلو رز، هننزل بيه كده. اللهم بارك يا رب، صلوا على رسول الله. كل اللي دخل يصلي على النبي اهو. هنقلب بقى، نجيب من تحت لفوق، من تحت لفوق عشان الشعريه ما تتحرقش. سامعين؟ لازم تتشوح الرز مع الشعريه كده اهو، عشان يبقى الرز متشوح ما يبقاش مسلوق. في ناس بقى تعمل ايه، تروح حاطه العقد الميه على الشعريه وبعدين تسقط الرز، يبقى كده بيسلقوا الرز اهو. بصوا كده يتشوح ده مع ده. حطيت دلوقتي، حطيت الميه اهي العقد. ايوه، حطينا هنا معلقه سمنه كبيره، ماشي، سمنه بلدي، عشان خاطر هنعمل الباميه. وطبعا الرز دخلته على البوتاجاز يستوي جوه. بس يا جماعه تتا كده نزلت بالطماطم، وهي دي اللي انا مخدعه لها، مخدعه البصل وكل حاجه، يعني دي متخدعه جاهزه حلو كده ومتسبكه جاهزه. الطماطم كانت مضروبه في الخلاط وحاطه معاها بنجر، عشان كده هي اللون ده. بصوا بقى اللون بتاع الطماطم عامل ازاي. الشوربه واللحمه هنسقطها هنا عشان هنعمل الباميه. لا، كل الناس اللي معايا الحلوه تصلي على النبي. طبعا انا هحط كده الطبق ده مطرحه الصلصه، عشان ما اروحش واجيب الكبشه كده اتحرق. هننزل كده، ادي الشوربه اهي، هننزل بيها على الطماطم عشان ايه، نسقط الباميه. طلعي كيس الثوم من الفريزر يا صوت، وشويه فلفل اسود مع الباميه حلو كده، حبه صغيرين مش كتير. واحنا يا جماعه متبلين طبعا الشوربه قدامكم وقمعتها قدامكم وعملتها، وطبعا كانت في الفريزر. انا ما بستناش لما تفك اهي، يعني هي فكه حاجه بسيطه اهي. بصوا كده هتنزل بقى على الشوربه اهي الباميه. طبعا لو انا حسيت ان هي عايزه طماطم تاني بحط تاني. حاجه الحراقه ما ينزلش الحمام بتاعه هنا في الباميه. طبعا هعلي النار شويه عشان كنت موطيها قوي. هنا انا حطيت العقد الشوربه، طبعا الشوربه فيها ملح، حطيت بس فلفل اسود على الباميه، ومش هحط الملح غير لما في الاخر ادوق، لو عايزه ملح هحط. طبعا هنا احنا هننزل باللحمه. بصوا بقى اللحمه دي بقى اقول لكم معموله ازاي. اللحمه دي انا جايباها من الجزار، قلت له مش عايزاها تتقطع قطع، انا عايزاها تتقطع طرنشات، بس طرنشات تخينه. طبعا حطينا معلقه سمنه في الطاسه، واتخذت تشويحه من الجنب ده ومن الجنب ده، تشويحه يعني خدت نص تحميره كده. كنا طبعا محضرين الميه المغليه، رحنا دلقين عليها الميه، ونزلنا بقى ببصلايه متقطعه 4، وحطينا طماطميه في الشوربه، وحطينا ورق لورا وحبهان مطحون. وهي دي التوابل بتاعت الشوربه. ننزل بقى باللحمه اهي، يا دوبك خدت نص سوا هنا، هتكمل السوا هنا بقى في الباميه. معانا معلقتين سمنه يا جماعه اهو، عشان خاطر هحمر المكرونه اللي هي الصغيره دي عشان اعمل شوربه. ماشي. بصوا يا حبايبي، شايفين الجمال والحلاوه؟ بصوا انا هعمل ايه بقى دلوقتي على وش الرز. خدوا بالكم التكايه دي.
معلقه سمنه كده بنشناس، اهم حاجه تكون بنشناس. واروح منزلاها كده على وش الحله وايه، وافضل بقى اعمل كده على وش الحله كده اهو. بسم الله ما شاء الله. هي دي التكايه وشغاله هنا. بصوا بقى انا هرجع علشان ايه، عمال تبقبق لي كده، خايفه انا اتحرق عشان اللذينه دي. بصوا قطعه توم يا بنت اللذينه. بس يا جماعة بامية. عجوزه وعاميه. هننزل بقى بالكمون على الباميه. بصوا على قطعه التوم اللي انا حطيتها ما بحطش حبه كمون. الباميه هي اللي بتحط لها قطعه توم نيه وبيتحط لها الكمون في الاخر، واسيبها تستوي بقى براحتها. مكرونه. كده ننزل دلوقتي يا جماعة بالمكرونة. مين بيحب شوربه المكرونه معايا؟ بس بصوا يا جماعه، المكرونه بتبقى كده. المكرونه بتاعت الشوربه بتتحمر كده، متخلوهاش بيضه عشان ما تبقاش معجنه. يمي يمي. تاخد كده بعيد عني. اجيب الغطا كده والاقي عليه عبال ما ايه احط الشوربه. ايوه كده يا جماعة ما البامية اتعملت، بصوا شكلها عامل ازاي. باميه تحفه واللحمه تحفه، كل حاجه فيها تحفه. لما نشوف بقى المكرونة في الشوربة. مكرونه. بصوا يا جماعه صلوا على النبي كده وزيدوا النبي صلاه. ادي الباميه اهي. انا عايزه اشوف بقى انتوا شايفين ولا لا الحاجات الحلوه دي. ايوه دي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرز اهو. بصوا الرز وجماله بقى وحلاوته. ايه رايكم؟ شايفين رز بشعريه، حاجه كده فاخر من الاخر. شايفين الرز عامل ازاي؟ شايفين؟ بصوا الجمال والحلاوه. هو ده الرز المفلفل. وهنا الباميه عجوزه وعاميه. ادي الباميه اهي. بصوا الجمال بقى، بصوا جمال الباميه وحلاوه الباميه. طبعا اللحمه شايفين زي يا ما جماعة قلت بامية. لكم، انا بحب اللحمه شرايح بس تبقى يعني تخينه كده تقيله عشان تستحمل الخضار. طبعا اللحمه دي خدت تشويحه بمعلقه سمنه بلدي من ناحيتين، وبعد كده نزلنا عليها بالميه المغليه وحطينا بصل وحطينا واحده طماطم وملح وفلفل اسود وحبهان وورق لورا، وهي ديت الايه الحاجه بتاعت الشرب. واستوت نص سوا هنا. وبعدين انا نزلتها، لما نزلتها بقى في الباميه كملت سوا في الباميه. طبعا كل الحاجات دي هتنزل برده في فيديو بقى يعني صغير عشان تعرفوا تشوفوا ايه الخطوات اللي انا عملتها. وايه رايكم بقى في الاكل بتاع النهارده؟ وادي الشوربه بمكرونه اهي. طبعا انا سايباها تستوي شويه، واجمل حاجه ان هي الشوربه ما تستويش قوي، تخلوها يعني تبقى بتقرش كده ببقكم شويه عشان تبقى طعمها حلو. لو عجبكم بقى الفيديو الجميل ده ما تنسونيش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه، واللي ما عملش متابعه يعمل متابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد. واوعى وشك مع ام حسين. اشوفكم في فيديو